غلطة كارثية بتعمليها كل يوم في بشرتك وانتي مش عارفة. تعالي نعرفها مع بعض. بشرتك مش مجرد جمال ظاهري، دي حاجة بتدل على صحتك. قبل ما تشتري أي كريم أو تمشي ورا أي ترند، هل سألتي نفسك ليه في كريم معين بيعمل مع صاحبتك مفعول السحر ومعاكي انتي بيقلب بكارثة؟ لو فهمتي نوع بشرتك صح، انتي حرفيا بتمسكي مفتاح جمالك. ناس كتير سألتني على أنواع بشرتنا إيه. النهاردة هنتكلم على أنواع البشرة وهنعرف تفاصيلها. أنا هقولك بقى على غلطة كارثية بنعملها في روتيننا اليومي دايما وإحنا مش عارفين، بس بتدمر خلايا البشرة. تابع الفيديو للآخر عشان نعرف نوع بشرتنا باختبار منزلي بسيط جدا. النهاردة هنتكلم بقى عن أنواع البشرة. أول نوع بقى هو البشرة الدهنية. والبشرة الدهنية معناها إن الغدد بتاعة البشرة بتفرز دهون زيادة عن اللزوم، لكن الميزة اللي هتبهرك قوي إن أصحاب البشرة محظوظين جدا لأنهم بتفرز عندهم الدهون، وبالتالي دي بتعمل كدرع واقي ضد أي حاجة، وكمان بتحمي البشرة من التجاعيد المبكرة. علامات العجز هتتأخر معاكي جدا مقارنة طبعا بغيرك، لكن العيب طبعا إن عندنا مسام واسعة، فبالتالي بتجذب كل الأتربة وتعملك رؤوس سوداء. تاني نوع هو البشرة الجافة. والبشرة الجافة هي المشكلة مش في نقص الزيوت عن البشرة، لا، دي مشكلة في الحاجز الواقي للبشرة. لا، بشرتك مش قادرة تمسك المية جوه، فبالتالي بتهرب منها. العيوب بقى ان انتي معرضة للتجاعيد المبكرة والعجز، وحتى خطوط الضحك دي هتبان بسرعة جدا لو ما اهتمتيش بالترطيب. لكن الميزة الوحيدة ان طبعا مسامك مش باينة وضيقة جدا، وبالتالي مديكي مظهر ناعم زي الزجاجي. ثالث نوع بقى من انواع البشرة وهو البشرة المختلطة. النوع ده اللغز المحير، ولانه اكثر انتشار بين البنات، وطبعا عشان هو محير احنا مش بنعرفه بكل سهولة، لكن ببساطة جدا هو عبارة عن التي زون. يعني المنطقة دي هتلاقيها دهنية، دي دهنية، دي دهنية. الخدود هتلاقيها جافة. فانتي لو بتعاملي بشرتك كأنها نوع واحد، انتي حرفيا بتدمري بشرتك. فانتي لازم تهتمي بالمنطقة الدهنية على أساس ان هي بشرة دهنية لوحدها، والخدود على أساس ان هي بشرة جافة لوحدها. رابع نوع وهو البشرة العادية. ده في توازن بين المية والزيت، بمعنى ان هي ما فيهاش عيوب ظاهرية، لكن عيبها الوحيد هو الإهمال. بمعنى ان احنا لو أهملنا البشرة خالص هتبقى مجهدة وجافة خالص، فهتتحول لبشرة جافة. وصلنا لأهم نقطة في الفيديو بتاع النهاردة، وهو ان احنا ازاي بنعرف نوع بشرتنا. باختبار بسيط جدا. احنا هنغسل بشرتنا، هنغسلها كويس جدا بس بغسول لطيف، يعني ولا هو بيشيل الدهون ولا هو مرطب للبشرة بتاع أصحاب البشرة الجافة. فبعد ما نغسله هنقعد ساعة كاملة بدون أي كريم، بدون أي حاجة. طبعا هنشيل لو في ميك اب، هنشيل لو في أي حاجة. تمام. بعد ما شلنا كل حاجة من البشرة هنقعد ساعة كاملة بدون أي كريم ولا سيروم ولا أي حاجة. بعد كده هنجيب منديل خفيف هنحطه على المناطق دي، هنمسح المنطقة دي والنوز، وبعد كده هنعمل الدقن ومنطقة الخدود. تمام. هنعمل كل المناطق دي. النتيجة بقى لو لقينا في المناطق دي اللي هو الحتة المنطقة دي وهنا والدقن في آثار دهنية في المنديل والخدود جافة، يبقى احنا بشرتنا مختلطة. لكن لو لقينا كل المناطق دي وشنا كله حتى الخدود في دهون، يبقى احنا من اصحاب البشرة الدهنية. لو لقينا وشنا مشدود، يعني وشنا مش قادر يتنفس، مشدود ومحتاج كريم يترطب ومفيش اي دهون خالص في المنديل، يبقى احنا اصحاب البشرة الجافة. لو لقينا وشنا ناعم ومرن ومفيهوش اي حاجة خالص، يبقى احنا من اصحاب البشرة المحظوظين اللي هم البشرة العادية. طبعا محتاجين اهتمام عشان ما يوصلش لمرحلة وحشة ويبقى فيها جفاف والكلام، لكن احنا هنستخدم لها كريمات خاصة بالبشرة العادية. اتكلمنا في بداية الفيديو عن كارثة احنا بنعملها حرفيا ممكن يوميا مثلا او اكتر في اليوم، اللي هو التنظيف الزيادة او الافراط في النظافة. بمعنى انا بستخدم الغسول كل شوية، ده بيدمر الحاجز الواقي بتاع البشرة. كمان في كارثة تانية ان احنا بنستخدم غسول مخصص للبشرة الدهنية بنستخدمه على بشرة جافة، فطبعا بيعمل ايه؟
البشرة بتجف اكتر، فطبعا بيدمر حرفيا الحاجز بتاع البشرة. او العكس، بنستخدم كريم او سوري غسول او كريم حتى للبشرة بتاع بشرة جافة بنستخدمه للبشرة الدهنية، فده مش هيأثر معانا وكأننا مش بنحط حاجة. فده كله غلط، ما ينفعش نعمل كده. كل كريم او كل سيرم او كل غسول له اصحاب بشرة معينة. يا ريت تكونوا استفدتوا في الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في الحلقة اللي جاية.